بيبدأ الفيلم براجل اسمه كريس، شغال غطاس أعماق ومتدرب على نوع خاص من الغطس اسمه ساتوريشن دايفنج، وبيشتغل مع فريق متخصص بيصلح مواسير تحت المية في أعماق المحيط. ولسه شاري بيت جديد وقريب هيتجوز واحدة جميلة اسمها موراج. وفي يوم كريس رجع البيت وقال لموراج إنه لازم يسافر في مهمة جديدة وهيقعد شهر بره، وطلب منها تخلي البيت دافي وجميل لحد ما يرجع. ورغم إن الشغلانة دي من أخطر الشغلانات في العالم، موراج وافقت لأنه ده الطريق اللي هو اختاره. بعد كده كريس راح ميناء أبردين، واللي بيعتبر المحطة الرئيسية لعمليات الغطس في بحر الشمال، وركب المركب اللي لسه مخلصة تحديث وسلم على زمايله في الطاقم. وبعد ما الكل استقر، المشرف على الغطس كريج عمل إحاطة سريعة وبيقول لهم إنهم هيتضغطوا لعمق 300 قدم علشان يبدلوا جزء من ماسورة تحت المية، وبعد ما يخلصوا الشغل هيقعدوا 4 أيام علشان يفرغوا الضغط قبل ما يرجعوا. وكريس اتعين في فريق مع 2، دانكن وديف، ودخلوا مع بعض الغرفة المضغوطة وبدأوا يريحوا نفسهم. لكن ديف كان عنيف شوية مع كريس لأنهم أول مرة يتقابلوا، ودانكن شرح له إن ديف دايما كده علشان بيركز وعنده طفلين وعايز يرجع ليهم سليم. وبعد شوية الغرفة اتقفلت وبدأ الضغط يزيد، والسفينة اتحركت ناحية مكان الماسورة المتضررة. ولما وصلوا للمنصة البترولية، كريج قال لهم إن الغطس هيكون في مية ضلمة ومتجمدة، وحذرهم إن محدش يخرج من الغرفة قبل الميعاد علشان الغازات جوه جسمهم ممكن تتمدد فجأة وتفجرهم. وفي يوم دانكن اللي أكبر واحد في الفريق حكى لكريس وديف عن أيام زمان، وقال إنهم زمان ما كانش عندهم غرف ضغط وكانوا بيعتمدوا على المهارة والذكاء. وقال كمان إن المهمة دي هتكون الأخيرة ليه علشان الشركة عايزاه يطلع معاش. في نفس الليلة كريس استلم فيديو من موراج، قعد يتفرج عليه واشتاق لها أكتر. بعدين السفينة وصلت للمنصة البترولية وبدأوا يستعدوا لعملية الغطس، وأول فريق نزل كان فريق كريس، ولبسوا عدة الغطس بسرعة وبحرص، ودخلوا الكبسولة بتاعتهم علشان ينزلوا في المية. والكبسولة بدأت تنزل ببطء لحد ما وصلت للمانفولد اللي على عمق 200 قدم. بعد كده فتحوا الباب وبدأوا يختبروا المية، وكانت باردة جدا. وديف بدأ يجهز نفسه علشان ينزل، ودانكن ساعده يلبس الخوذة. بعدين ديف نزل بهدوء، وكريس نزل بعده من غير مشاكل، ودانكن كان بيراقبهم من فوق. بعد كده الاتنين نزلوا ناحية المانفولد، وحد رمالهم كابل كهرباء وصلوه بالمانفولد، وفجأة المكان نور. لكن الضوء ما كانش كفاية علشان يوضح ضلمة قاع البحر، وكريس بيبدأ يتحرك ببطء جوه المواسير، وبيلاقي مكان الضغط فيه بيزيد وبيبدأ يظبطه، وديف واقف جنبه. وفجأة السفينة بتبدأ تقرأ أرقام غريبة، والمشغل بتاع نظام التثبيت الديناميكي بيبلغ إن النظام فيه عطل، ومن غيره الدافعات بتاعت السفينة بتقف والسفينة بتبدأ تنجرف. وكريج مشرف الغطس وكابتن السفينة أندري والضابط الأول هانا كلهم بيجروا يحاولوا يصلحوا المشكلة. في الوقت ده ديف بيقول لكريس يخرج بسرعة من وسط المواسير، والمهمة خلاص اتلغت، والهدف الجديد للفريق إنهم يطلعوا الغطاسين قبل ما يتزنقوا في قاع البحر. وكريس وديف بيوصلوا لنقطة الخروج، لكن الكبسولة مش بتكون في مكانها. ساعتها كريس بيلاحظ إن سلكه بقى متعقد وممكن ما يعرفش يهرب. في نفس الوقت دانكن بيهلع جوه البحر وبيفضل يدي سلك أكتر علشان الكبسولة ما تسحبش كريس وديف بقوة، والسلك بيوصل لأقصى طوله، والسفينة في الآخر بتوقف انجرافها، وسلك كريس المتعقد بقى زي المرساة. لكن بعدها خرطوم الغاز بتاعه بيبوظ وبيخلص الأكسجين، وبيحول على اسطوانة الطوارئ، لكن مش هتكفيه غير 10 دقايق. بعد كده السلك بتاعه بيتقطع وبيقع تاني على قاع البحر، والسفينة بتكمل انجراف، وديف بيطلع بكابل بتاعه وبيقدر يرجع للكبسولة. في الوقت ده كريج بيفقد الاتصال مع الغطاسين والكبسولة، لكن ديف بيرجع في الآخر للكبسولة وبيقول لدانكن إيه اللي حصل لكريس. وكريج بيقول لأندري يرمي المرساة ويحاول ينقذ كريس، لكن أندري بيرفض، وبيقول إن في مواسير كتير تحت، ولو رمى المرساة ممكن يعمل كارثة بيئية. في الوقت ده كريس بيكون نايم في قاع البحر، وحواليه ضلمة سودة وسكون تام، ومعاه 8 دقايق أكسجين بس، وبيولع شعلة نور، لكن مش بيكون كفاية علشان يعرف هو فين. وبيحاول يدور على المانيفولد اللي وقع عليه، لأنه ده المكان الوحيد اللي الفريق ممكن يلاقيه فيه. وعلى السفينة الأنظمة بتبدأ تشتغل تاني، وأندري بيقترح يحرك السفينة يدوي من غير النظام الديناميكي، لكن هانا بتحذره إن التحكم اليدوي معمول علشان المواني بس، وأي غلطة ممكن تعرض السفينة كلها للخطر. لكن أندري بيقول لو فضلوا ينجرفوا ممكن ما يعرفوش يلاقوا كريس، وهانا ساعتها بتوافق.
وبياخدوا السيطرة على السفينة مع بعض وبيوقفوا الانجراف. في الوقت ده كريس بيكون فاضله 5 دقايق أكسجين، وبيكمل يدور على المانيفولد، وبعد شوية بيوصل له وبيحاول يتسلقه من السطح الخشن بتاعه، لكن الشعلة بتقع منه. فبيولع واحدة تانية علشان يكمل، وبيوصل في الآخر لقمة المانيفولد، لكن الأكسجين بيخلص منه، وبيبدأ يشوف خيالات لمراته في دماغه. وفي الكبسولة ديف بيكون فاكر إن كريس مات، لكن دانكن لسه عنده أمل. وعلى السفينة بيبعتوا درون تحت المية علشان يدوروا على كريس، وبعد شوية بيشوفوه نايم فوق المانيفولد وبيكافح علشان يقدر يتنفس ويعيش. والدرون بيقرب، وكراك بيشوف إن عينيه مقفولة لكن جسمه لسه سليم، ومع كده مش بيتنفس وبيجيله تشنجات عشان مخه مش بيوصل له أكسجين كفاية. وبقاله حوالي 8 دقايق من غير هوا. بعدين الراجل اللي بيتحكم في النظام الملاحي بيقول لأندريه إن السيستم واقف لأنه مربوط بوحدة تشغيل بدائية، وبيقترح يعمل له إعادة توصيل كاملة علشان يتخطى المشكلة. وأندريه بيوافق وبيديله الإذن. في نفس الوقت كراك بيطلب من الطيار بتاع الدرون أندرو يستخدم الدرون علشان يرجع كريس للغرفة، لكن أندرو بيرفض وبيقول إن الدرون مصمم ينقل جثث بس، وإنه خطر يشيل حد عايش. ساعتها كراك بيقول إنه مسؤول عن حياة كريس، وبيقرر ياخد التحكم في الدرون بنفسه. وكراك بيحاول يحرك الدرون بحذر علشان يمسك كريس، لكن بيفشل كذا مرة. بعدين بيركز كويس وبيعمل تعديلات صغيرة بحذر. شوية شوية بيقرب الدرون ناحية حزام كريس، وأخيراً بيمسكه بنجاح. لكن لما كراك بيحاول يشده لفوق مفيش حاجة بتحصل، وبيبص بالكاميرا اللي تحته وبيكتشف إن كريس رابط نفسه في المانيفولد. وكريس عمل كده علشان المية ما تسحبوش، وبتكون حركة ذكية، لكن دلوقتي منعوا كراج إنه يتحرك بيه. وكريج بيرجعه بهدوء وبيفك الدرون منه، ودلوقتي بيكون بقاله 17 دقيقة من غير أكسجين، والكل بيبتدي يفقد الأمل. ساعتها دانكن بيحكي لديف قصة أول مرة قابل فيها كريس، وده كان في مهمة إنقاذ، وكانوا رايحين يجيبوا جثث صيادين كانوا بيصطادوا لوبستر، ولقوا أغلب الجثث، لكن واحدة كانت ناقصة، وافتكروا إن الطيار سحبها، وبدل ما يكملوا البحث ادوا لمراته علبة فيها حاجاته الشخصية. ودانكن بيقول إنه مش ناوي يدي مراج علبة، لازم يرجعوا كريس. في الوقت ده الراجل اللي بيصلح السيستم الملاحي بيعرق وهو بيركب كل سلك من جديد تحت البحر، وأخيراً بيخلص، ولحسن الحظ السيستم بيرجع يشتغل. وأندريه بيأمر الفريق يرجعوا المركب ناحية المانيفولد، والكهرباء والاتصال بيرجعوا للغرفة. وكريج بيتواصل مع دانكن لأول مرة من فترة طويلة، وبيقول له إنهم راجعين علشان يلاقوا كريس. بعدها ديف بيلبس عدة الغطس وبيرجع ينزل المية. بيوصل المانيفولد وبيلاقي كريس، وفوراً بيفكه من الرباط. بعد كده بيشيله وبيبدأ يرجع بيه للغرفة، وفجأة محركات المركب بتقف تاني، والغرفة بتبدأ تتأرجح وبتقرب تسحقهم هما الاتنين في المانيفولد. لكن ديف بيقدر يحمي كريس ويشدهم بعيد لبر الأمان. دلوقتي ديف لازم يستخدم كل قوته علشان يطلع بالحبل للغرفة، وكل الفريق بيتابع عن قرب. ودراعين ديف تعبوا، لكن عزيمته القوية علشان ينقذ نفسه وكريس بتخليه يكمل. بعدين بيركب الونش في كريس، ودانكن بيشده جوه الكبسولة. وأول ما بيدخل دانكن بيشيل الخوذة من على راس كريس بالراحة، وبيبدأ يعمل له إنعاش قلبي رئوي. وكريس بيكون بقاله أكتر من 29 دقيقة من غير أكسجين، ولسه بيحاول يعيش. ودانكن ما بيستسلمش، وبيفضل يدخله أكسجين على أمل يرجعه. وفي الآخر كريس بيبدأ يتنفس تاني، وديف كمان بيطلع من المية. ودانكن بيساعد بيف يخلع الخوذة، وبيقول للسفينة إن كريس بيتنفس لكن مش مستجيب. ودانكن بيحاول يكلمه، لكن كريس لسه ثابت مكانه، ودماغه ما أخدتش أكسجين لحوالي نص ساعة. وديف كمان بيحاول يتواصل معاه، لكن كريس مش بيرد. وديف بيبدأ يحس إنهم اتأخروا، ودانكن بيكون متأثر لكن فرحان إنهم قدروا يرجعوه. وفجأة كريس بينطق اسم ديف، وساعتها ديف ودانكن بيبقوا فرحانين جدا. وكريج بيسأل فيه إيه، ودانكن بيقول له إن كريس وبيتكلم. والطاقم كله على السفينة بيحتفل، وتعبهم ما راحش على الفاضي. والكابتن بيهنيهم وبيقول إنهم أخيراً راجعين البيت. وكريج بيقفل باب الكبسولة وبيرجع الغواصين لغرفتهم المضغوطة. وجوه الغرفة كريس مش عارف ينام، وديف بيطمن عليه. ولما ديف بيقول له إنه كان فاقد الوعي لمدة 40 دقيقة، كريس بيتصدم وبيقول إنه حاسس إنه خذل مراج عشان كان هيسيبها لوحدها، لكن وهو مغمى عليه حس بسلام تام من غير ألم. بعدين بيشكر ديف لأنه أنقذ حياته، وفي الآخر بينام.
وديف بيطلع صور بناته وبيفكر إنه كان ممكن ما يشوفهمش تاني. وفي تاني يوم من فك الضغط كريس بيتصل بموراج وبتتفاجئ بصوته لأنها كانت فاكرة إنه هيغيب أسابيع، وبيقول لها إن كان في مشكلة في السفينة لكن هيكون راجع بعد بكرة. وبعد آخر يوم في فك الضغط كريس والباقيين بيطلعوا من الغرفة، لكن دانكن بيقعد، وده بيكون آخر يوم ليه في الشغل، وبيبص حوالين الغرفة للمرة الأخيرة، ودي كانت أكتر مكان بيحس فيه بالحياة. لكن جه وقت التقاعد. بعدها كريس بيرجع البيت وبيحضن موراج وبيحكي لها كل اللي حصل وإزاي تم إنقاذه، وبتكون مش مصدقة إنه نجا من اللي حصل، وكريس بيوعدها إنه مهما حصل دايما هيرجع البيت. ودي القصة الحقيقية لكريس ليمونز اللي فقد الأكسجين تقريبا نص ساعة في قاع البحر، ومع ذلك ما حصلوش أي ضرر جسدي أو ذهني. والعلماء بيعتقدوا إن نجاته كانت بسبب الدمج الغريب ما بين العمق الشديد وبرودة المية، لكن لحد دلوقتي محدش عارف يفسر إزاي عاش. وبعد الحادث ب3 أسابيع كريس وديف ودانكن رجعوا لقاع بحر الشمال يكملوا شغلهم اللي بدأوه،